حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد درس جديد من دروس تعليم الكروشيه. دي سلسلة تعليم الكروشيه للمبتدئين. احنا اشتغلنا على القناة، بدأناها واشتغلنا اول حاجة خالص عقدة البداية وغرزة النص عمود والحشو والعمود بلفة والعمود بلفتين. والنهارده هنشرح درس جديد، ان احنا لو شغالين اهو، انا اشتغلت قطعة ولقيت ان الخيط بتاعي قرب يخلص، هو نفس اللون بس قرب يخلص من الشغل. ازاي ادخل الخيط الجديد بطريقة زي المحترفين خالص، ما تبانش ان انا دخلت الخيط او ان في وصلة هنا في الخيط او اي حاجة. دلوقتي انا لما الاقي الخيط خلاص قرب اهو، قرب يخلص، بجيب طرف الخيط الجديد او البكرة الجديدة اللي معايا. طبعا في ناس بتربط وفي ناس بتعمل يعني حاجات كتير علشان توصل، بس الطريقة دي مش هتخلي خالص الشغل بتاعك يبان ان فيه وصلة او اي حاجة. بالظبط هيخلي شغلك كأنك محترفة، ما فيهوش اي مشكلة. اول حاجة احنا بنيجي بطرف الخيط الجديد واحطه هنا على السطر اللي انا هشتغل فيه اهو كده، وزي ما انا هفضل اشغاله بالخيط اللي هو مفروض ان هو بيخلص، هلف الخيط على الابرة وادخل انا شغاله القطعة دي بغرزة العمود بلف، وهبدأ اشتغل على الخيط اللي معايا، الخيط الجديد انا حطيته على طرف الشغل اهو، وهبدأ اشتغل كده الغرز بتاعتي، غرزة العمود بلفة زي ما احنا اتعلمناها على القناة. ولو لسه ما تعرفيش انت يعني غرزة العمود بلفة بتتعمل ازاي، ارجعي للفيديوهات على القناة هتلاقيها موجودة معاكي. دلوقتي خلاص بصوا، انا بشتغل اخر غرزة اهو، الاقي الخيط بدأ يأثر معايا، انا مش هعرف اكمل بيه. طب اعمل ايه؟ خلاص ادي طرف الخيط اللي خلاص هو خلص، وابدأ بقى اخد الطرف الجديد واشتغل بيه. هلف الخيط ده خلاص اهو، هلف الخيط بقى على الابرة وادخل واشتغل. لف الخيط على الابرة، انا برضو هدخل اخفيه معايا تحت الشغل اهو، واكمل عادي السطر بتاعي من غير اي مشكلة. كده انا ثبت طرف الخيط الجديد وثبت الطرف القديم، وخلاص ده زيادة معايا، هبدأ اقصه كده خلاص. وادي شكل الشغل معايا اهو، ما فيهوش اي وصلة ولا في اي حاجة تبين ان انا اشتغلت او غيرت الخيط. ادي شكل الخيط، ادي شكل القطعة كلها سهلة وبسيط، طريقة وصل الخيط ما فيهاش اي مشكلة. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. اشوفكم في فيديوهات جاية تاني ان شاء الله. منسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله.